دبابيس الفراخ بطريقة حلوة جدا، هنعملها بكفر متماسك وكريسبي جدا. هنا الدبابيس كنت نقعاها، عامله لها محلول نقع مبيتها فيه وشايله الجلد. عندي بصلايه مبشوره، ملح وفلفل اسود، توم باودر وبصل باودر، بهارات فراخ وبابريكا ومكعب مرق ومعلقتين كبار من الخل وكوبايه كبيره من الميه، واقلب كل ده كويس جدا وهحط فيه الدبابيس لمده ليله كامله. هنا الكفر بقى الخارجي، كوبايه كبيره من الدقيق وكوبايه كبيره من النشا وكوبايه من الكريسبي، واحط عليهم برضو نفس التوابل. هاخد الدبوس من الميه واحطه في الدقيق وارجعه تاني الميه وارجعه الدقيق. هعمل حركة الدقيق بالمية دي مرتين عشان الكفر يكون حلو ومتماسك معاه، واحطها في الفريزر لمدة نص ساعة. عندي زيت سخن على النار، والزيت ما يكونش غزير قوي، يعني يكون مغطي نص الدبوس بالشكل ده. هحط فيه الدبوس، واول ما احط الدبوس ههدي درجة الحرارة شوية، وهقلب بقى على كل الجوانب علشان يستوي معايا وياخد معايا اللون والكفر